كان موجود في مكان قريب جدا من الغابة وشاف جسم غريب طاير فوق الغابة، طلع الكاميرا وصوره، والصورة ساعتها انتشرت جامد في الصحف، وده كان أول دليل إن المكان ده مش مجرد حكايات. وفي ناس كتير جدا راحوا المكان ده وقالوا إن هم سمعوا أصوات أطفال وهمسات وحاجات غريبة جدا بتحصل جوه، كانوا بيحسوا ان دايما في حد مراقبهم. في ناس خرجوا من الغابة دي على جسمهم حروق وجروح، وكانوا بيقولوا ان هم وهم جوه ما حسوش بأي حاجة. وفي ناس بيقولوا ان هم وهم جوه محدش فيهم كان بيبقى حاسس بالوقت. واكد على كلامهم ده ان كان في طفلة عندها 5 سنين دخلت المكان ده مع اهلها، اختفت، وبعدها ب5 سنين كمان ظهرت بنفس اللبس وبنفس شكلها ولا كأنها كبرت يوم. العلماء بيقولوا ان في كذا سبب ممكن يكونوا هما اللي عاملين كل اللي بيحصل في المكان ده، زي ان ممكن يبقى فيه مجالات كهرومغناطيسية وتشوهات جيولوجية، ولكن لحد دلوقتي مفيش اي تفسير نهائي للكلام ده كله. هو باتشيو مش مكان اتقفل ولا قصة انتهت، الناس لسه بتدخل والمكان لسه موجود، ولحد النهاردة نفس الحوادث بتحصل بشكل تقريبا شهري، ومفيش اي تفسير لأي حاجة من اللي بتحصل هناك. يلا مع السلامة.